حوارنا النهارده الاستاذ محمود الزيان، خبير في التنميه البشريه وقاص ايضا له مجموعه من الكتب المهمه. لو اتكلمنا عن التفاؤل بقى في الازمات وفي صعوبات بتواجهنا مثلا في المجتمع المصري زي اي مجتمع اخر، في وقت من الاوقات بتكون هناك بعض الشدائد والازمات، هناك وقت اخر تكون الحمد لله يعني اشياء من هذه الازمات تزول او تختفي. فمن الناحيه النفسيه يعني كيف يمكن للانسان ان يجعل نفسه متفائلا؟ هل في تجارب معينه في مجال التنميه البشريه، وده مجال هام للغايه، يمكن الانسان او طرق او اساليب يلجا ليها لتاصيل التفاؤل حتى وان كان يعني هذه الشخصيه شخصيه مكتئبه؟ هو حضرتك طبعا وانماط الشخصيه بيبقى لها تاثيرها على الناس، لكن باستطاعه كل انسان ان يطور من نفسه وان ينمي نفسه الى الافضل. الانسان الذكي هو الذي يستطيع ان يقرا نفسه جيدا، يعرف الجوانب الايجابيه فينميها، ويعرف الجوانب السلبيه فيعالجها ويحاول ان يتخلص منها. علماء التنميه البشريه بيقولوا ايه؟ نحن غالبا نحصل على ما نتوقعه، نحن غالبا نحصل على ما نتوقعه. وهناك نظريه قايمه على اساس ان العقل البشري يعمل كالرادار، فالانسان لما بيوجه لعقله طلب بامر ما، انا بدور على احداث سيئه في تاريخي او ذكريات، يبدا العقل او الانسان يعني لم يعالج نفسه وبدا يفكر بطريقه تشاؤميه، يبدا العقل يعمل كالرادار فيبحث عن كل الاحداث التي تتناسب مع الحاله النفسيه وطريقه فتزداد فيزداد كآبه. لكن لو الانسان حاول، عشان كده لما قال الاستاذ حماده سلطان مساله الضحك، الانسان هو يعني المخلوق الوحيد الذي يعني له عضلات في الوجه تساعده على الضحك، هو الوحيد الضاحك. بتبقى بمقام تمارين رياضيه. الله ينور. لا التمارين دي زي ما بيقول الاستاذ حماده سلطان، لو الواحد تعمد، معروف ان في التنميه البشريه ان العقل والنفس والجسد نظام واحد، كلهم بيأثروا في بعض. يعني الحاله النفسيه بتأثر على الحاله الجسميه، وبتأثر بالتالي على الحاله الذهنيه والعقليه. لو واحد نفسيته تعبانه هيبقى همدان، هيبقى مش قادر يبذل جهد بدني. طيب لو انا بس هقول الحته دي العكس بقى، انا لو انا مثلا حالتي تعبانه مثلا، لو انا تعمدت، ما واضح يا استاذ محمد اكل كتير يعني. لو انا ما شاء الله يعني تعالى يرفع نسبه. ما انا بقول ولما اكون فرحان اكل كتير. انا بقول لك علاج تاني فيه وافر شويه يا استاذ ماجد، خصوصا احنا في رمضان وصايمين طول النهار. ما انت عايز تخس يا عم انت جايبانا مع الراجل ياكلنا ولا ايه؟ يعني تعمد الانسان انه يضحك، تعمده انه يضحك ويدرب نفسه ويضبط ايقاع وجهه وملامح وجهه على ملامح الضحك والابتسام، بعد دقائق قليله جدا سينعكس ذلك على نفسيته وعلى تتحسن الحاله النفسيه. طبعا اقول لك على اللي حواليه البشوش الناس بتحب تصاحبه. طب انا اقول لك معلومه اخطر من ده كله، ان الست الحامل ولادتها في سهوله لما تضحك. انا عايز اذكر مثل صغير كده ذكره ديل كارنيجي، وهو احد الرواد في علم التنميه البشريه، ذكره في احد كتبه، فقال خلف جدران السجن وقف في يوم ما سجينان يتطلعان الى خارج اسوار السجن، فنظر احدهما الى نجوم السماء بينما تطلع الاخر الى اوحال الطريق. يعني دول في نفس الظرف، لكن واحد ينظر الى نجوم السماء ويتفائل ويتامل الخير والغد المشرق انه سوف يلتزم. لازم السجن يعني هو ده مثال، يعني هو بيذكر عايز اذكر ان ممكن نفس الظرف، لكن هذا يستقبله بطريقه انه ظرف يدعو للاكتئاب. اذا ماذا يريد ان يقول يا دكتور خالد؟ نحن الذين نصنع مصيرنا، صحيح، ونصنع سعادتنا او تعاستنا باختيارنا. شخصيه بقى سؤال يا استاذ محمود، باعتبارك خبير في التنميه البشريه، ومعانا طبعا استاذ حماده سلطان نجم الكوميديا، لما الانسان بيشوفه لوحده بيبتسم حتى من غير ما يتكلم. في شخصيه بقى مثلا نقول نطبق على الزوج والزوجه في شخصيه تبقى طرف فيهم متفائل وشخصيه جميله وبشوشه، والشخصيه الاخرى العكس، شخصيه مكتئبه. ازاي الشخصيه الايجابيه
تعكس هذه الايجابيه على الشخصيه المكتئبه. ما يتجوزوش اصلا. لا مش هو ليه واحد هو طبعا ده احد الحلول المبكره، لكن هي فاس جت في الراس. هو الحاله النفسيه، انا ليا كتاب اسمه قوارب السعاده في بحر الحياه، بتكلم فيه ازاي الواحد يعيش حياته سعيدا وينشر السعاده في من حوله. فقايم على ان الحاله النفسيه بتاعت الانسان معديه، زي ما قلت لحضرتك من شويه، الطبع من الطبع يسرق. احنا دلوقتي عشان معانا استاذ حماده سلطان، يعني على طول لقينا نفسنا حالتنا النفسيه والمزاجيه معتدله ومبتهجه. فعلا دي حاجه علميه وحقيقيه، حاجه علميه وحقيقيه. ده بيمثل خير. بس انا عايز اضيف برضو الدكتور حاجه، في حاجه اسمها التوافق النجمي. التوافق النجمي اللي هي النظريه بتاعت لما قلت نظريه الخلق مكونت الاربعه الترابي والماء والنووي. يعني لما تيجي تمسك مثلا يقول لك فلان ترابي وفلان مائي. التراب يردم الميه. التراب مع النار يشعللها شويه لان في نسبه اكسجين او يطفيها. لكن مع يا سلام بقى لما يكون هوائي مع مائي، ده قمه الرومانسيه. هوا مع ميه. برضه هنرجع. بس في مشكله كبيره جدا بتصادف الناس، وانا عملت البحث ده على كمبيوتر في باريس، طلع ساعه الولاده بتاعتي متغيره. يعني قال لي لازم تعرف ساعه الولاده، التو نفسه، لان الانسان اول ما يتولد بيواجه جو الارض وذبذبات الارض والمشاكل بتاعه الارض. لذلك عملوا حاجات حديثه، كانوا بيعملوا ولاده تحت الميه عشان يتجنبوا المغناطيسيه بتاع الارض. الروس والامريكان والناس دي، وقالوا دي بتبقى بدون الم. يعني بالظبط بدون الم. وبعدين دي هينطبع في البني ادم، لانه من شاب علشان شاب عليه هيطلع بنفس النظريه. فهي نظريات كلها علميه وسليمه كل حاجه. يوم واحد يقول لي يتجوز واحده مثلا هو نار وهي هوا، ده تبقى شعلالة ما بتقمش. في برضك عندنا احنا بالمناسبه احنا في شهر رمضان المبارك، احنا عندنا في القران الكريم ربنا بيقول ان هذا القران يهدي للتي اقوى. بالظبط. للاعتدال وللاقوم والاحسن افضل في كل شيء كله. فلو انا وانا في شهر القران احسنت الاقبال على كلام الله وداومت على التلاوه وعلى الاستماع باقبال وبخشوع، انا اجزم ان الحاله النفسيه ستكون إيجابية أكيد، سواء كان بقراءة القرآن الكريم أو بالصلاة والدعاء والتسبيح. عليه الصلاة والسلام ما شئت لما شئت. صلى الله عليه وسلم. يعني لما تيجي مثلا تمسكي الغدة النخامية دي اللي هي الزبيبة اللي بيسموها يعني تحت الغدة النخامية، الدكتور أيدني في كده، ثبت علميا ان دي كل ما يسجد الواحد بتفرز مادة مريحة تحت الجلد. فشوفي بقى لما تصلي، تعالي نمسك حركات الصلاة نفسها، الوقوف بين يدي الله والركوع والسجود، ما ده جمانيزيوم، ده احنا بنروح ندفع فلوس عشان نخسس، ما هي بصور قدام الجمانيزيوم. وصلي بالقيام ليل وقيام ليل وصلي براحتك ومش هتدفع فيها فلوس، مش هتدفع فيها وتاخد ثواب كمان. ولذلك قيل في الصلاة انها معراج المؤمنين. الشيخ محمد غزالي الله يرحمه ان الصلاة معراج يعرج به المسلم الى ربي كل يوم 5 مرات. قال لك واحد بيحلق السمع. قال لك الدنيا لما الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن وجنة ده حديث. فزي بقول لحضرتك لما هو سيد الخلق عليه الصلاه والسلام قال لك بلغوا عني ولو آية. شوفي بقى قوة الآية فيها ايه. خذ من القرآن ما شئت. عايز فلوس، ما عندك سورة الواقعة دي لما تمسك فيها بخشوع ربنا بيرزقك، وانا مجربه وعايش فيه على طول كده، وغيره. لما تيجي تلقي آيات الشفاء ال6 موجودين في القرآن، بس تاخد ده بالخشوع. إن الله يحب عبده الذليل اللحوح على بشر كريم. ليه؟ الذل صفة سجود. عشان كده بقول لك ما تذلش نفسك الا للخالق، ما راحش اسجد لبشر، اسجد له هو اللي خلقني هيستجيب. احد العلماء ويبقى في صفاء، يبقى في صفاء شوف وأونية بكل حاجه، يعني الزبيبه، الصلاه، الجيمنازيوم، رابط لك كل حاجه. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يا اخي انت لما تبص تقول لك فلينظر الانسان مما خلق، هناك تعجب لو كل بني ادم ده اللي عمال ويطلع القمر، ايه ده؟ دي صنعه غريبه، مين يعملها دي؟ ما حدش يقدر يعملها. اللي خالقها ده شيء فريد من نوع، ملوش ليس كمثله شيء اطلاقا. ولذلك يا استاذ حماده احنا في ايات الصيام في سوره البقره، يا الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم، اخر ايه فيها ايه؟ واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي. اذا هنا في اداه شرط بقى. يعني الصيام واجواء رمضان مرتبطه بالدعاء. يعني هذا الشهر ولذلك للصائم دعوه لا ترد.
ده حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انا بعمل حاجه ظريفه جدا مع لكن لازم زوجتي تبقى وولادي قاطع. بقالي عده سنوات، بجيبهم قبل رمضان، تجيبهم تقول لهم ادعوا لي. تعالي يا ماما، تعالي يا منار، يا مريم، يا محمد، تعالوا احنا دلوقتي رمضان كل يوم لنا دعوه مستجابه لا ترد. طب ما تيجي نكتب اهم 30 دعوه احنا عاوزينها كاسره، وبنقعد نفكر ونعمل عصف ذهني ونكتبهم ونعلقهم قدام السفره. كل يوم الدعوه بتاعت النهارده ايه يا اولاد؟ روحوا كلنا بعد ما نشرب مثلا نبل ريقنا ونقول الدعاء ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. انا كل يوم بنعمل كده على الفطار تدعو مع جميعا بعضينا. دعوه جماعيه. ما ندعي مره لماما، ندعي مره لبابا، ندعي للاسره، ندعي للبلد، ندعي لاهلنا. والله جميل، والله عاده جميله. بس انا نفسي يا استاذه ناهد، الرسول عليه الصلاه والسلام انا كان عندي حاجه طبعا مش من النار اللي تلاقيها في مصر، كنت جايبها من انجلترا. كان حاجه اسمها الحزب الاعظم. الحزب الاعظم ده 7 منازل للرسول صلى الله عليه وسلم. كان كل يوم ليه دعوات خاصه. اذكار وادعيه خاصه واوراد. فكان يجي يوم الاربع كان في حته كانت بتشدني قوي، لان لازم كل مؤمن ينظر ليها. كان يقول لك اللهم حببني في الموت وفينا بعد الموت. ده كل يوم 4. لو الناس دي كلها اتبعت السنه المحمديه الحقيقيه المؤكده ما حدش هيتعب. صحيح. فقبل ده وده كله ان احنا نمسك في كلام الله زي ما اتفقنا في الاول. نعم بالله. قال الله ثم قال الرسول، هنعيش صح. عليه اهالينا كلهم عاشوا كده. عليه الصلاه والسلام. ده من النادر اللي كانت الناس تروح للدكاتره زمان. وشهر رمضان الفضيل ده فرصة لأن يعني كل واحد فينا يحاول قبل ما ينفلت منه شهر رمضان ويمضي إنه يدعو كل يوم مجموعة من الدعوات. الدعوة شوف يا ريت انا بقدمها هديه للاسره المصريه على مائده الفطار يوميا في شهر رمضان. دعوه مستجابه، ندعي للبلد، ندعي للامه، ندعي للاسره، ندعي لاولادنا. يعني دعوه مستجابه. وبعدين برضه في رمضان ده 30 يوم، دي فرصه ان احنا ناكل 30 اكله مثلا. انت بتفكر هنا في الاكل يا استاذ ماجد. يعني 30 اكله على الفطار. قول لي بقى بمناسبه الاكل بقى انت هو جايب عشان ده هياكلنا. خلي بالك السحور قرب ومش هنلحق نتسحر النهارده. بس احنا يعني حضرتك بتقول الاكل مش الاكل، احنا يعني متهيألي في شهر رمضان لازم يكون خس شويه. الناس وصفونا ما بتجيبش نتيجه. الناس وصفونا قالوا لنا عليكم انكم طابخين. ايوه وخروف ذابحين بام 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 واحنا الواكلين. فين مطبخكم؟ فين المفروض اغني لك راح. الله سبحانه والله. صلوا على نور النبي عشان الليله كوسكوسي. الله 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 على نور النبي. الله سحورنا الليله لحمه تربتت. يا ما نفسي في حله محشي اكلها لوحدي بس تكون ببلاش. ربنا يبعت. ماجد عايز بقى الدعوه الاخرانيه دي. ايوه ربنا يبعت. كده برضه انت بتتمنى ان يكون في على السحور. والله احنا جوعنا يا استاذه ناهد بقى يعني. وهو جايب لك فول وطعميه، انت بتقول لحمه هو جايب لك فول وطعميه. معلش لا ما هي الطعميه لحمه المصريين. الطعميه لحمه المصريين. بس وطعميه المحب خروف. احنا بنقول عليها فلافل. احنا بنقول عليها فلافل. الاسكندرانيه. انا عايز اقول لك على حكايه الفلافل دي. كان عندنا مدرس زمان من غزه، مدرس انجليزي بتاعنا، كان يقول يا اولاد بتستهتروا بالفول ده. الفول ده يجي 16 صنف طعميه تاكلوه، مدمس تاكلوه، بتاع فول نابت تاكلوه، بصاره تاكلوه. عايزين ايه تنهبوا يعني؟ والله الفول والفلافل زي ما بيقولوا هو مش من الاكلات، مش من اجمل اسرائيل قالوا سيدنا موسى ادعوا لنا ربك يخرج لنا من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وبعدين حسدوا المصريين على الفول والعدس والبصل، عشان كده الفول والعدس والبصل بيغلوا. وبيجيب نقره زي اللحمه. بيجيب نقره زي اللحمه.